ذكر موقع BBC الصيني في 31 من أغسطس أن الأمم المتحدة صدمت من التقرير الذي يفيد بوجود أكثر من 1,000,000 شخص من الإيغور داخل المعتقلات في شينجيانغ، ودعوا إلى إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بحجة مكافحة الإرهاب. وقد نشرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ملاحظاتها الختامية في 30 من أغسطس، وانتقد التقرير تعريف الإرهاب في القانون الصيني، وهو إشارة للتطرف وتعريف غير واضح للانفصالية. ودعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكين إلى إنهاء الاحتجاز في غياب التهم القانونية والمحاكمات والإدانات، وإلى الإفراج الفوري عن المحتجزين حاليا في مثل هذه الحالات. التقى نائب رئيس مؤتمر الإيغور العالمي عمر قنات مع روهينجا في هيوستن تكساس في اجتماع في 30 من أغسطس، ولعب أعضاء منظمة روهينجا دورا هاما في جلب معظم قضايا المسلمين إلى أجندة رابطة مسلمي الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أنها لن تقدم الدعم المالي للأونروا بعد عقود على إنشائها. وقالت وزارة الخارجية: لقد درست الإدارة بعناية هذه القضية، وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم التمويل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتوفر الوكالة الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. وتقول الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها توفر خدمات لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني، معظمهم منحدرين من فلسطينيين فروا أو هجروا قسرا خلال الحرب عام 1948. منذ نهاية أزمة الحدود بين أوزباكستان وقرغيزستان، وصل عدد المسافرين من قرغيزستان إلى أوزباكستان في النصف الأول من عام 2018 إلى 500,000 مسافر. وعلق سفير قرغيزستان كومير رشيدوف على هذا الموضوع: الوصول إلى 60 يوما بدون تأشيرة بين البلدين هو عامل مهم في زيادة عدد السياح الذين يدخلون البلاد. تخطط الحكومة السعودية لحفر قناة سلوى على الحدود مع قطر على بعد حوالي كيلومتر واحد من حدود قطر. ووفقا للتقارير فإن المملكة العربية السعودية والإمارات استثمرتا معا 2.8 مليار ريال. ويبلغ الطول الإجمالي لقناة سلوى حوالي 60 كيلومترا بعرض 200 متر وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترا، ويمكن أن تستوعب السفن التي يصل طولها إلى 295 مترا وعرضها 33 مترا. وبمجرد فتح القناة تؤدي إلى فصل شبه الجزيرة العربية عن قطر وعدم وجود أي رابط بينها وبين شبه الجزيرة العربية. والمملكة العربية السعودية هي الجار الوحيد لقطر، ومنذ الخلاف مع قطر في يونيو من العام الماضي تم عزل قطر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات.